إليك. وكما ذكرنا منذ قليل فقد أعلن ضابط في الجيش السوري برتبة ملازم أول يدعى عبد الرزاق طلاس انشقاقه عن الجيش نتيجة الممارسات غير الإنسانية واللا أخلاقية حسب ما قال. أنا الملازم أول عبد الرزاق محمد طلاس من الفرقة الخامسة اللواء 15 الكتيبة 852، وهذه هويتي وصورتي. عبد الرزاق محمد طلاس من حمص الرستان. أنا انتسبت للجيش والقوات المسلحة بهدف حماية الشعب تحت اسمنا نحن حماة الديار، حماية الشعب من العدو الإسرائيلي. وبعد الشيء اللي شفناه بجرائم درعا وسوريا بالكامل غير قادر على أني أتابع بالجيش العربي السوري تحت الظروف اللي عم مارسها الجيش في درعا وباقي المناطق. وأدلى الملازم أول طلاس بمعلومات وحيثيات حول ما جرى في قراري في محافظة درعا حيث كانت خدمته هناك، وتحديدا في بلدات ومدن أنخل وأزرع وجاسم وأبطح وغيرها. وأنا شاهد عيان من بداية أحداث اللي صارت الانتهاكات من مدينة درعا، مدينة درعا الأبطال والثوار اللي قاموا بسبب حمايتهم وخوفا على عرضهم وعلى أطفالهم. ومن ثم شاهد عيان على جريمة القتل بإنخل أثناء المظاهرة السلمية حيث استشهد الشهيد ضياء الشمري على يد العقيد بسام جديد قائد قسم العمليات باللواء 15، والعقيد نضال صقر قائد كتيبة الدبابات باللواء 15 اللواء المجاور لقرية انخل. ثم شاهد عيان أنا ساكن بمدينة الصنمين بالمساكن العسكرية لمدينة الصنمين، وشاهد عيان عن مجزرة الصنمين الأولى ومجزرة الصنمين الثانية. مجزرة الصنمين الأولى اللي قام فيها نقيب بكتيبة نقيب وملازم أول بالكتيبة 109 ميم دال باللواء بالكتيبة 109 بقيادة الفرقة التاسعة، كتيبة 109 بقيادة الفرقة التاسعة ومساعدة قائد مفرزة الأمن المساعد أول اسمه أبو ويليام، وعنده كمان مساعد أول اللي بيشتغل بمطعم الشوي بمدينة الصنمين، وأهل الصنمين بيعرفوه. والجريمة حصلت من على يد هدول الضباط وغير معن أوامر، بس لما شافت العالم مظاهرة سلمية وأحشاد كبيرة وعم يكبروا قتلوهن. وعم مجزرة الصنمين الثانية اللي قتلهم العقيد الموجود بمساكن الصنمين المقدم، وعقيد حاليا، وبيعرفوا جميع أهالي الصنمين والضباط اللي قتل الشباب بالصنمين، ورفع تقرير قال إنه اعتدوا عليهم وجاب سلاح وقوص العربي الساتكم من الداخل، والرصاص واضح على العربي كيف طلع. هو قال انه العالم قوصته من فوق وانسحب، قام جوني قوصوه على المتظاهرين، وهو اللي قتل المتظاهرين وانسحب، المتظاهرين عزل وانسحب. ودعا طلاس زملائه الضباط في الجيش الى الانشقاق بدورهم عن الجيش. وناشد الجيش، وينكم يا جيش؟ هل الجيش من اجل السرقة وحماية آل الأسد؟ الجيش بس من أجل السرقة والنصب والحماية من يريد الحرية وإسقاط النظام؟ وين الجيش؟ وينكم يا أهل الرستان؟ الرستان عم ينتهك الأعراض، الرستان عم تدمر بالمدافع والهاونات والدبابات، الرستان تدمر. وينكم يا ضباط الرستان الشرفاء؟ يا ضباط الرستان وينكم؟ ضباط ضمير وينكم؟ ضباط القصير، ضباط إدلب، ضباط الموحسن، ضباط دير الزور جميعهم. وناشد جميع الضباط الشرفاء أنت تحط العسكري تبعك بالصورة الحقيقية وتشغل ضميرك. أنت انتسبت على الجيش مو لأجل حماية آل الأسد، أنت ضابط شريف خليك شريف، وزمانك شريف خليك مع آل الأسد. وعودة إلى ضيفنا.